السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع المغاربة داخل المغرب وخارجه. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتمناو تصلح الأحوال ديالنا ويبعد علينا الماكرين والعملاء بجميع أشكالهم وصورهم. بشكل عام الموضوع ديالنا راه مهم بزاف، موضوع مصيري وكيهم المغاربة كلهم سواء بسواء. والله يجازيكم بخير، تفاعلوا معنا باش توصلوا هذه الرسالة، لا اللي حاضر ولا اللي ما حاضرش. اللي ما حاضرش وصلوا هذا المباشر ينشروا على اوسع نطاق، لان الرساله ديالي ما كتوصلش. راكم شفتوا الدليل القاطع، ماشي كنكذب ولا شي حاجه. كاين حجب واضح مستمر على المشاهده، يعني بلا ما نبقاو نعاودوا الهضره. الى الله يجازيكم الخير، نتوما بفضل التفاعل ديالكم غتستطيعوا تكسروا هذا الحاجب وهذا الحاجز. نتوما ان شاء الله من اجلكم وباش توصل الرساله ديالنا ان شاء الله، لانها كتهم الجميع. هذا موضوع مصيري، هذا ماشي ما كاينش اللعب، بلا ما نبقاو نضحكوا. وغنكون صريح اكثر في هذا المباشر ان شاء الله بتوفيق من الله عز وجل. في الاول قبل ما نبدا في الموضوع نبغي نشير واحد النقطه، واحد القضيه هامه من امام الجماعه الترابيه لسيدي كاوكي اقليم الصويره، ساكنه دوار تيغانمين، وبحضور رئيس الجماعه تطالب الجهات المختصه تمكينها من الاستفاده من الماء الصالح للشرب والتزود بالكهرباء. هما كيطالبوا بالحقوق ديالهم، مسألة واضحة هذه، لتزويدهم تمكينهم بالاستفادة من الماء الصالح للشرب والتزويد بالكهرباء. الناس تضروا بزاف من هذه المسألة هذه، فكنتمنى المسؤولين المعنيين بالأمر يستجبوا، وكفى من تجاهل المطالب ديال الساكنة وصافي بصفة عامة. هانتوما هاني الملاحظة المؤلمة اللي كنلاحظها بزاف مرات، ماشي غير هادو، جميع فئات الشعب وفئات المغرب كيستنجدوا بالملك، ولكن كيصطادموا المسؤولين كيتعداو عليهم، وما كاينش استجابه. يعني كيحتميو بالملك، كيستنجدوا بالملك، وهذا الشيء راه منذ القديم، ولكن كنشوفوا العكس، كنشوفوا ردة فعل ديال الظلم. ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه ملاحظة واضحة، هذا شيء مؤسف، وكنتمناو يعني تشوفوا مع هاد الناس وتحلوا لهم المشكل ديالهم. راه بسيط، ماشي شي مشكل كبير، بكل صراحه. ادي الله يديم خلق وصافي، والله العظيم حنا ملينا من هاد الشيء طلع لينا في الراس. غنبداو نمشيو للموضوع المهم ديالنا، موضوع المصيري كما قلت، وكيهم المغاربه كلهم، لا اللي عنده الفلوس ولا اللي ما عندوش. راه المرض ديالنا في هاد البلاد اللي عنده الفلوس داير الطم، ومخلي داك اللي ما عندوش فلوس كيموت. غياب التضامن الجماعي وغياب النضال الجماعي بشكل عام. هادشي ما عندوش علاقه بالنضال، لا، هادشي عنده علاقه بالعقليه وبزاف الحوايج. ورباو المغاربه مع الاسف على الانانيه الفرديه، تفوتني انا وسير الله يعاون. وزيد بزاف ديال الامراض تخصك راسك، تخصك جواك، واو 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 واو، وفي الاخر اش استفدنا؟ في الاخر باقي رجعنا للور، وشي حاضي شي امراض عندنا كثيره في المجتمع ديالنا، كثيره بزاف بكل اسف. نمشيو للموضوع ديالنا، نبقى شويه باش
نركز شويه. الحكومه ديالنا حكومه ما شاء الله، الحكومه كذبات على المغاربه. سمعتي يا سيدي؟ الحكومه كذبات على المغاربه وقالت لهم غتجري على هاد الشركات الاجنبيه ديال الماء والكهرباء، حنا سيدي غنجريو عليهم وغنديروا لكم شركات جهويه جيبي لنا بديل. سمعتي؟ ولكن هذا البديل أسوأ بكثير من الشركات الفرنسيه، ودائما الضحيه هو المواطن المغربي اللي غيولي يخلص فواتير الماء والكهرباء اغلى بكثير. عندك تفرح تقول حيدوا لي يديك حيدوا امانديز غتفرح. سمعتي؟ غتولي تخلص اسيدي الفواتير ديال الماء والكهرباء اغلى بكثير. علاش؟ لان البنك الدولي كيدفع المغرب، هو اللي كيدفع المغرب الى رفع ثمن الماء. تعليمات جات من البنك الدولي، ولكن علاش باغيين يطبقوها؟ انتبه مزيان علاش. هو كمل. فملي تم تحرير المحروقات راكم شفتوا المواطن حتى الماء غادي يهاجر ولا يجوع ويتبهدل. يعني الفاكتورات ديال الماء والضوء غيوليو يقسم. سمعتي يا سيدي؟ بلا ما تقطعوا لنا اللايف، خليونا نكملوا، نهضروا عادي، والله نهضروا عادي، ما غنقولوا حتى شي حاجه. هذا عادي وراه الناس قالوها قبل مني، ماشي انا اول واحد غيقول هاد الهضره. فإلا زدنا على المواطن حتى الماء غادي يهاجر ويجوع ويتبهدل. يعني الفاكتورات ديال الماء والضوء غيوليو يقسموا معاك الصالير. وهاد الاخبار دازت حسي مسي في الوقت اللي بنادم مشغول مع الشينوي ومع المالكي ومع الويل الكحل ومع هادي ومع هادي دارت وهادي فعلت، هما راه باقيين يضربوا في هادشي وكيقادوا في هادشي. سمعتي؟ هذا هو المشكل. داروا داكشي حسي مسي غير باش يمروا المكر الخبيث ديال هذه الحكومه. والاعلام المأجور، اعلام المأجور ماشي في صالح الشعب، اعلام المأجور مخبي هذا الشيء وما كيهضرش في هذا الشيء نهائيا. طبعا علاش ما كيذكرش هذا الشيء؟ لانه متواطئ مع الحكومه المحكومه. فالحكومه او الدوله ما كيخلصوش الماء والضوء، الشيء اللي غيؤدي افلاس المكتب للماء والكهرباء الصالح للشرب اللي هي مؤسسه عموميه. والحل عند هذه الحكومه ناضوا شدوا المكتب الوطني للماء والكهرباء، باعوه سيدي، ورجعت الماء شي ساعه يعني رجع الماء بحال شي سلعه كتباع وكتشرى، غيوليو يبيعوا ويشريو في الماء. فهمتي يا سيدي؟ قطاعات اخرى ماشي على الماء والضوء، قطاعات اخرى اعلنت عن افلاسها، وطبعا كيمشيو الحل السريع اللي هو سرقه جيوب المواطنين المستهلكين. هذا هو الحل عندهم، صافي، سرقه جيوب المواطنين المستهلكين. نعم. الدولة أيضا هي من ساهمت في إفلاس صندوق التقاعد. الدولة هي من ساهمت في إفلاس صندوق التقاعد. فالحل عندهم في الأخير هو المواطن المقهور أو الغافل اللي ما مسوقش، هو اللي غيخلص على الدولة وعلى الصناديق وعلى تسديد القروض. يعني بوضوح خوصصة الماء والكهرباء، الخوصصة غتولي حتى في الماء والكهرباء. فبالنسبة لتعليمات البنك الدولي أمر المغرب برفع الدعم عن الماء والكهرباء، والحكومة الماكرة تهدف إلى سرقة جيوب المواطنين، يعني رفع الأسعار والقادم أسوأ. راه قلناها 100,000 مرة، القادم أسوأ، الله يحضر السلامة. مشروع التغطية الصحية تحول إلى كابوس يسرق جيوب المواطنين الغافلين الذين ما زالوا يظنون خيرا في نظام آمو ونظام الزعتر. هذاك الزعتر ماشي آمو، سمعتي؟ باقيين كيضحكوا عليكم، ولكن نتوما باقيين كتسوقوا لهذا الشيء وباقيين تابعين هذا الشيء، ما عرفتش، الله اعلم. فالهدف من هذه القرارات الجديدة شنو الهدف؟ هو تقليل الإنفاق والتقشف ورفع الدعم وتحرير العملة وخوصصة الخدمات وتوقف الدولة عن الإنفاق عن المواطن بشكل تام وتتركه فريسة للخوصصة والفاتورات والاقتطاعات. علاش؟
باش هاد الحكومه تقدر ترجع الفلوس للبنك الدولي، حيت غارقه ديون. باش الحكومه تقدر ترجع الفلوس للبنك الدولي باش سمع، باش يرجع يسلفها مجددا، باش يرجع يسلفها مجددا. فالقادم ايضا هو رفع سن التقاعد ورفع الدعم بكل انواعه واعدام صندوق المقاصه. من هنا نتيقن، ماشي نظن، نتيقن ان سر استمرار الحكومه الليبراليه المتوحشه رغم ضغط جميع السياسيين وفضح فساد لوبياتها، السر هو خدمه اسيادها والرغبه في تسديد ديون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على حساب جيوب المواطنين حتى لو كانوا فقراء. حتى الفقير ما يزقلوش وما يرحموش. وهادشي علاش مستمره هاد الحكومه صحه لحد الان، لانها غتخدم الاسياد ديالها وغتسدد قروض، باغا تسدد قروض البنك الدولي باش يعاودوا يعطيوها الفلوس باش تضربهم في جيوبها، ماشي باش تخدم الشعب. صافي كلشي تورق، تفضحتوا. الله يجازيكم بخير. الله يرحم والدين. بغيت نقول غير كلمه واحده وغنختم لان طلع لي الدم ما غاديش نقدر نكمل. انا بغيت نسول واحد السؤال من حقي نسولو كمواطن مغربي عادي. بغيت نسول واحد السؤال ساهل، بغينا نعرفوا شكون كيحكم في هاد البلاد، واش اخنوش ولا الملك بين قوسين. صافي هذا هو السؤال ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله.